بيبدأ المسلسل مع البطل وهو رايح قرية صغيرة وبيحاول إنه يستأجر بيت فيها، وبيكون المكان ده هو القرية اللي كانت مامته فيها. وهو رايح يمضي العقد بتعدي عربية قدامهم وبيكون فيها ابن أغنى العائلات في كوريا، ولكنه بيدرس هنا بالقرية لأنه بيكون الابن الغير شرعي ودائما بيخلوه بعيد عن العيلة وبيبعتوله فلوس كتير، ولكن مفيش أي تواصل مباشر مع أهله. وده بيبان بالحفلة اللي كانوا أهله عاملينها وكل إخواته مبسوطين فيها، وهو بيكون قاعد بغرفته وما بينزلش يحتفل معاهم، وبيكون البطل شايف كل حاجة من بعيد. وتاني يوم بيبدأ البطل هان إنه يدور على شغل، وبيشوف ابن عيلة كانج وهو بيعمل اللي هو عاوزه وبياخد أي حاجة هو عاوزها بدون ما حد يتكلم معاه. وبيحس وقتها كانج إنه هان مهتم بتصرفاته، وده على عكس كل الناس بالقرية اللي هم فيها. ولكن بيرد هان إنه هو أصلا مش مهتم أبدا باللي هو بيعمله، لأنه أنت أصلا محدش شايفك، والكلمة دي بتستفزه جدا. وبيكمل هان عليه وبينصحه إنه علشان الناس تشوفك لازم تعمل حاجات أكتر من كده. وبيفضل كانج متعصب من كلامه ده طول اليوم. وتاني يوم بيروح هان على مدرسته الجديدة وبيكون طالب ذكي جدا ومن أذكى الطلاب في كوريا. ووقت الغدا كانج بيتنمر عليه وبيحاول إنه يضايقه، ولكن هان أبدا ما بيسكتلوش، والاتنين بيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيوصل المدير وبياخدهم المكتب، وبيخرج منها كانج بسهولة. وبيفضل يلقح كلام لهان إنه هو ممكن يخرج من أي حاجة بسهولة، ولكن الحقيقة إنه المدير بيكون طالب من الاتنين إنهم يخرجوا من المكتب ويروحوا عادي، وده كمان بيحرج كانج مرة تانية. وبعدها بيجي اتصال لهان بيخليه يخرج بأسرع وقت، وبتكون مامته في القرية ولكن بيكون شكلها غريب وشبه الرجالة، وواضح إنها بتهرب من حاجة. ولكن هان بيطلب منها انها ترجع وبيكون خايف عليها جدا. ووقتها بيجيله اتصال من والده وبيعرفه ان هو عارف ان مامته لسه عايشة وما ماتتش، وهو ابدا مش هيسيبها في حالها وهيقتلها. وعلى الجهة التانية بيكون إخوة كانج بيستمتعوا بوقتهم وهو محدش مهتم بيه كالعادة. وبالليل بيروح هان قدام نادي الملاكمة وبيكون كانج موجود وبيتحدوا بعض، وبيكون كانج أقوى منه بكتير لأنه بيتدرب كل يوم. ولكن لما هان بيفتكر والده بيتحول وبيفضل يضرب كانج بوحشية لحد ما بيصحى على نفسه. وباليوم ده بيتعشوا الاتنين مع بعض وبيرجع كانج هان لحد البيت وبيكون هيطلب منه حاجة، ولكن قبل ما يتكلم هان بيقوله انهم ابدا مش هيكونوا اصحاب. ولكن كانج بيستغرب وبيقوله اصدقاء ايه، انا عايز حق العشاء بس. وتاني يوم كل المدرسة بتعرف ان والد هان قتل امه، والكل بيحاول يتنمروا عليه، ولكن كانج بيدافع عنه. وبعدها بيبدأوا الاتنين يتكلموا مع بعض، وهان بيقرر انه يقول الحقيقة لكانج انه ده اصلا مش والده وهو جوز مامته، وده سبب العنف المنزلي اللي كان هو بيتعرض له. ووقتها بيعرض هان على كانج انهم يكونوا شركاء وكل واحد منهم يستفيد من مميزات التاني، مثلا انه هان هيعطي كل ذكائه لكانج وبنفس الوقت كانج هيكون منه النفوذ والسلطة. وبيعدي الوقت وبنلاقي انه هان بيشتغل كل حاجة تقريبا، بيشتغل مدرس وبيشتغل انه بينقل حاجات. ولما هان بيكون راجع البيت عينه بتيجي بعين جارته، والاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض ولكن محدش فيهم بيتكلم. وبيدخل هان على البيت وبيكون كانج محضر له مفاجأة عيد ميلاده، والواضح انهم بقوا اصحاب جدا. وهان بيساعد كانج علشان يقدر انه يعدي بالجامعة ويقدروا الاتنين انهم يحققوا اهدافهم مع بعض. وهما في الدوام المدير بتاع الجامعة بيطلب هان علشان يشوفه، لانه الملف اللي بيكون مقدمه لتطوير شركة كانج بيكون لفت نظر المدير جدا وطلب انه يشتري الفكرة منه. ولكن هان بيرفض وبيقوله انه هيحتفظ بالفكرة لمستقبله، مع نظرة كده كلها فخر بنفسه، لانه من هنا بدأت خطته تتنفذ. والمدير وقتها بيتصل بالابن التاني لمجموعة كانج علشان يقوله انه خلاص لقى الفكرة اللي هتنقذه وتخليه هو اللي يدير الشركات والإمبراطورية من بعد والده. وبعدها هان بيكون بيبحث عن مجموعة كانج وبيشوف نفس البنت جارته، وبتكون نظراته ليها كلها إعجاب، ولكن هو ابدا ما بيتكلمش معاها. فبتبدأ هي الكلام عادي جدا وبتقوله يعني انهم جيران وزملاء في نفس الجامعة، فمش لطيف خالص يعني انه يتجاهلها. ولما بيكونوا بيتغدوا مع بعض هان برضو بيكون بيطلع عليها من بعيد، فكانج صاحبه بياخد باله وبيقوله انت معجب بيها يعني ولا ايه؟ ولكن طبعا هان الكاريزما بيقول لا خالص. فوقتها كانج بيبص لها نظرة كده يعني بصراحة ما عجبتنيش. وبنفس اليوم بالليل هان بيروح يدي درس خصوصي لبنت عيلة كانج، وهي بتعجب بيه من أول نظرة
وصلاة النبي يعني كده ما بتخبيش حاجة، وكل اللي بتفكر فيه بتقوله على طول. وبالليل لما هان وكانج بيكونوا قاعدين مع بعض وبيتكلموا، بيرجع كانج يسأل عن البنت، وبيقول لهان ان هو عايز كل المعلومات عنها، زي هي ساكنة فين. وده بيضايق هان قوي لانه كمان هو معجب بيها ولكن ما بيتكلمش. وقتها بيرجع على البيت وبيسمع صوت صريخ من بيت البنت اللي معجب بيها، وبتكون مامتها عايزة منها فلوس وبتضربها. ووقتها هي بتزعل جدا وبتخرج تمشي بالشارع، ولأنه الدنيا بتمطر وهان أصلا بيكون قلقان عليها، فبيروح وراها وبيواسيها وبيقول لها إنها مش لازم تتحرج منه لأنه أساسا هو اتربى بالطريقة دي. وبيفضلوا الاتنين يتكلموا مع بعض. وتاني يوم مرات أبو كانج بتطلبه علشان يتنازل عن الميراث، وإنه الفلوس مش هتتقطع عنه أبدا، وهو بيوافق وبيفتكر كلامه هو وهان وإنه دي هتكون أول خطوة من خطتهم. فبيوافق كانج وبيمضي. وبالليل بيخرجوا هان وكانج علشان يشربوا مع بعض. وكانج بيشوف البنت بالسوبر ماركت وبيعرض عليها إنها تيجي وتشرب معاهم، وهي بتوافق. وطول القعدة بيفضل كانج يقول لها إنه معجب بيها وبيعرض عليها إنهم يرتبطوا. أيوة يا جماعة بالسرعة دي. وهان بيكون مصدوم وطول القعدة أساسا بيتأملها، ولكن هي بتقول لكانج إنه هي ما عندهاش وقت أبدا، وإنه لو اتكلم بالموضوع أكتر من كده هي مش هتكون مرتاحة. فبيفهمها كانج. وبعدها هان والبنت بيروحوا مع بعض وبيقعدوا يشربوا مرة تانية لأنه هي بتكون طلبت منه كده. وكانج بيكون لحقهم وبيستغرب جدا هان ما قالوش عن عنوانها ليه لما سألوا، وهم أساسا جيران. وبنفس الوقت البنت بتكون بتحكي لهان قد إيه إنهم شبه بعض جدا، وإنهم هما الاتنين محتاجين مساعدة، ولكن هو خلاص لقى كانج اللي هيطلع بيه لفوق. وبتسأله لو هي طلبت منه المساعدة هيوافق ولا لأ. وبيفضل البطل مبلم كده، هو حرفيا طول الحلقة مبلم. وبس هنا بتكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة.